السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة عاملين تورتة بطاطس بالسجق، او نقول عليها الفطيرة البطاطس بالسجق. حاجة كده اخر جمدان. نقول عليها الفطيرة الخطيرة، نقول عليها الفطيرة الخطيرة. تحفة، سهلة، سريعة، طعمها غني جدا، خطيرة بجد يا جماعة. وارتفاعها بقى مش عايزة اقولك، وطريقة تقديمها كمان جميلة جدا. شايفين الطبق الخطير؟ تعالوا بينا نشوف المقادير. اول حاجه هنعمل الخلطه بتاعه السجق بتاعتنا. معانا معلقتين من زيت الزيتون وبصلتين حجمهم متوسط. هشوح الكلام الجامد ده لحد ما البصل معايا ياخد لون ايه، مكرمل شويه. في الوقت ده انا كنت سلقه البطاطس وهرستها. هنزل عليها بمعلقه من الزبده صغيره زي معلقه الشاي، نص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من الاوريجانو، وبيضتين. هنزل الاول بالبيضتين وبعدين البهارات فوقيهم على طول. يبقى معانا معلقه من الزبده صغيره، معانا بيضتين، وهننزل عليها بالاوريجانو والفلفل الاسود وبس. مش هنحط ولا بقسماط ولا هنحط دقيق ولا هنحط اي حاجه خالص. هي بطاطس سمبليتشي وبسيطه كده زي ما انتم شايفين. معلقه الزبده الصغيره والبيضتين وملح وفلفل اسود واوريجانو. لو سلقتيها طبعا في ملح هتاخدي بالك من الملح. حطيت هنا على البصل بتاعي روزمارينو، حبه من الروزمارينو ونص معلقه من الاوريجانو. الروزمارينو بقى والاوريجانو في الوصفه دي اخر جمدان. نقلب بقى الكلام الخطير ده، وبعد كده هنزل بالسجق بتاعي، اديله تشويحه وتقليبه. وزي ما انت شايفه البصل زي ما قلت لك كان مكرمل معايا، يعني ما تسيبيش البصل ابيض، لازم تديله تشويحه عشان بيفرق معانا في الطعم جامد. ونزلت عليها بمعلقه كبيره من الثوم المفروم والاوريجانو والروزمارينو مع البصل والثوم والسجق. حاجه كده مش ممكن، الريحه كانت خطيره. رشيت رشه من الفلفل الاسود. وهنا بطنت الصينيه بتاعتي تكون صينيه بتتفتح، ده التركه بقى المهمه عشان تطلع معاكي مظبوطه. حطيت عليها حبه من الزيت، وبعد كده بطنتها بالبقسماط المطحون. يعني حطيت حبه كتير ونفضت الصينيه، وبقت كلها كده مغلفه، او يعني عليها الكفر من البقسماط المطحون. رحت بعد كده نازله بالبطاطس كلها، مش هعمل طبقات ولا اي حاجه، كل البطاطس. وعملت تجويف من النص، يعني فردت البطاطس وعملت لها تجويف من النص، وظبطت الحروف ان الحروف تبقى كتيره فيها البطاطس والقعر يبقى مش كتير قوي، زي كاني بعمل لها حفره كده. نزلت هنا بالفلفل الالوان، وبعد كده نزلت كمان بالبومودوريني بتاعتي اللي هي البومودوري شيري. وزي ما انتم شايفين كده بقولك خطير خطير خطير. كان معايا الكلام جامد بقى، استوى خالص. وهحط الخلطة كلها ب... يعني انا هسيب السجق وهحط الاول الخلطة، وبعد كده هرص السجق كده ايه زي ما انتوا شايفه. عشان كده قلت لك زي الحفرة. البطاطس حاجة بسيطة كده، يعني في القعر بمقدار صوبع، والبطاطس كلها كانت على الحروف. هقفل الوردة دي زي ما انتوا شايفة، هساوي الحروف اللي هي كانت عالية. وبعدين هرش موتزاريلا في النص، واغطي الوش اللي في النص ده كله بالموتزاريلا، وادخلها بقى الفرن. مش هتاخد وقت طويل، هتاخد حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة، وهتاخد وش خطير. وهتكون البطاطس بتاعتنا تماسكت كده واخدت قرمشة. وطبعا البقسماط المطحون ده بيفيدنا ان احنا لما نيجي نطلعها تطلع كده متساوية وسهلة وسريعة. طلعت من الفرن بالشكل القمر الخطير ده، شكلها يفتح النفس. فطيرة روعة، طعمها تحفة. الأوريجانو والروزمارينو في الوصفة دي حاجة كده تحفة التحفة. أنا بقى بحاول هنا أطلعها، يعني نحاول ما نستعجلش عليها عشان ما تتبهدلش منك. بس هي يعني بصراحة كانت متماسكة وخطيرة. أنا بحاول بس أوسع لها الغلاف زي ما انتوا شايفين كده، وهفتحها. وبعد كده بسم الله الرحمن الرحيم، تحفة زي ما انتي شايفة. تحفة 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 تحفة. شكلها خطير وطعمها اجمل من شكلها كمان. طعمها تحفة جدا يا جماعة. يعني بصي هتشرفك في عزوماتك. شكلها شيك جدا. تطلع كده زي التورتايه، تقطعيها طبعا لما تبرد بقى بتطلع معاكي مثلثات خطيره، والسجق كده فيها من النص، وحاجه كده تحفه اللهم بارك. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش من دعوه حلوه من القلب، ولايك وشير وسبسكرايب للقناه. ما ننساش نذكر الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاه كما تحب وترضى وملء ما تحب وترضى. بوريكي شكلها من كل الاتجاهات عشان تعرفي قد ايه هي خطيرة وتحفة وسهلة وسريعة. لازم تجربيها وتكتبي لي في الكومنتات رأيك فيها ايه، ولو جربتيها
يا ريت تكتبي لي، ما تنسينيش من الكومنت الحلو. لو عجبك الفيديو برضو ما تنسينيش من المشاركة للفيديو عشان يوصلك كل جديد، ويوصل كمان لصحابك لو بتستفادي من اي حاجة. وبون ابيتي.